احنا مستمرين مع بعض في سلسلة موبايلات سعرها نزل وبقت بتقدم صفقة ممتازة، والفيديو ده بقى فيه موبايلات ممتازة جدا جدا جدا، موبايلات اتكلمت عنها قبل كده وسعرها نزل، وموبايلات لأول مرة بتكلم عنها سعرها بدأ ينزل. والأهم ان أكتر موبايل في بداية الفئة المتوسطة ناس كتير بتسأل عنه وكان سعره زاد الفترة اللي فاتت، رجع سعره نزل تاني وبقى بيقدم أفضل صفقة حاليا في فئته. قبل ما أقول لك أي حاجة أكيد ما تنساش لايكك، سبسكرايبك الرايق، وفعل الجرس عشان تتابع معانا كل جديدنا أول بأول. وطبعا مش محتاج اقول لك ان نسبه الناس اللي بتشاهد الفيديوهات وما بتشتركش في اليوتيوب عندي 77%، نزلت نص في المية بس، فعايزين نشد حيلنا شويه. 77% من المتابعين مش مشتركين، ما زالت نسبه كبيره جدا، فاتمنى ان احنا نحاول مع بعض ان احنا نقلل النسبه، وخصوصا ان الاشتراك مجانا، انت ما بتدفعش اي حاجه، انا مش بطلب منك اي حاجه غير تقديرا للمجهود اللي انا بعمله ده. اشترك بس وفعل الجرس اكيد عشان تتابعنا اول باول. وكالعاده خلينا نخش في تفاصيل الفيديو. اهلا وسهلا بكم، انا محمد ودي قناه ام كي ريفيوز. واول موبايل معانا واللي انا متحمس له جدا ان سعره نزل تاني هو ريلمي 11 برو. افضل موبايل من وجهه نظري في بدايه الفئه المتوسطه، متوازن جدا ما فيهوش تنازلات كبيره. يعني ايه؟ اولا سعر الموبايل ده في الفتره الاخيره وصل ل 13000 و13700 و13500 وناس كتيره جدا كانت بتسال عنه. انا بقى جبت لك الموبايل بسعر 12500 جنيه زي ما كان سعره الاول، والنسخه 8 256 جيجا. اول حاجه في الموبايل ده ممتازه التصميم، نفس تصميم بالظبط ريلمي 11 برو بلس اللي اغلى منه ب 4000 جنيه. يعني انا عايزك تتخيل معايا ان ريلمي 11 برو ب 12.5، ريلمي 11 برو بلس عامل 16.5، والريلمي 11 برو بيقدم نفس التصميم بنفس خامات الصناعه، والاهم انه بيقدم نفس الشاشه بالملي، الشاشه الاموليد ال 120 الكيرف اللي سطوعها بيوصل لحد 900 نتس او 950 نتس كمان. فهنا هتاخد شاشه ممتازه اكنك ماسك الريلمي 11 برو بلس ابو 16500، فدي حاجه تعتبر ممتازه. كمان الموبايل بيجي بنفس المعالج الموجود في الريلمي 11 برو بلس الدايمنستي 7050، نفس اداء بالظبط ال 1080 الموجود في حاجه زي السامسونج 34. هتاخد اداء يومي ممتاز مع سوفت وير السلس ما فيهوش اي مشاكل تماما، بيشتغل معاك بكفاءه، ومعاك كمان اداء العاب ممتاز هيبقى مرضي جدا بالنسبه لك. وكمان الموبايل تقدر تعتمد عليه لسنين لان سوفت وير ريلمي مستقر جدا والمعالج مهيأ انه يعيش معاك لسنين. زائد كمان انك معاك بطاريه 5000 ملي امبير، سماعات ستيريو زي الريلمي 11 برو بلس. ولكن نيجي بقى للنقط اللي فيها تنازلات، ومن وجهه نظري مش تنازلات كبيره الصراحه، قصاد انك بتوفر 4000 جنيه. الكاميرات هنا انت عندك كاميرا اساسيه، وللاسف ما عندكش كاميرا الترا وايد انجل بيفتقدها الريلمي 11 برو وموجوده في الريلمي 11 برو بلس. ولكن لو انت مش شخص بيهمك كاميرا الزاويه الواسعه، فانت بالنسبه لك الريلمي 11 برو افضل صفقه، لان نتائج الصور اللي بتطلع من الكاميرا الاساسيه قريبه بشكل كبير للريلمي 11 برو بلس، وكمان الكاميرا الاماميه ادائها يعتبر قريب، مفيش فرق كبير ما بينهم لدرجه انك تدفع 4000 جنيه. اما بالنسبه لتاني نقطه بيتفوق فيها الريلمي 11 برو بلس هي سرعه الشحن. سرعه الشحن في الريلمي 11 برو بلس 100 واط، اما في الريلمي 11 برو هي 67 واط. وبرضه ارجع واقول لك تاني، ما زالت 67 واط كافيه ليك جدا انك تشحن الموبايل بتاعك من 0 ل 100% في اقل من ساعه. انت مش عايز اكتر من كده، مش لازم انك تدفع 4000 جنيه عشان تاخد بس 100 واط وتاخد كاميرا الترا وايد، لان بقيه المواصفات الموبايلين واحد. فانا شايف من وجهه نظري ان ده افضل صفقه من ريلمي، بل هو افضل صفقه على مستوى الشركات كلها في فئه 12000 جنيه حاليا. هسيب لك اللينك تحت في الديسكربشن. اما بالنسبه للموبايل اللي بعد كده، انا اتكلمت عنه الاسبوع اللي فات، ولكن سعر الموبايل بدا ينزل اكتر، هو البوكو ام 5. من الاخر الموبايل ده لواحد بيفكر في تجربه الالعاب وعايز يمسك موبايل من شاومي بيديله معالج صعب انك تلاقيه في فئته السعريه. عايز اقول لك بس مبدئيا ان سعر الموبايل حاليا في وقت تصوير الفيديو 5900 جنيه للنسخه 628. لو بصيت على فئه 5000 جنيه او حتى فئه 6000 جنيه، نادرا ما هتلاقي التوليفه اللي هقولها لك دي. 6 جيجا بايت رام، 128 جيجا ذاكره تخزينيه مع معالج ميديا تك هيليو جي 99. التوليفه دي مستحيل تاخدها في فئه 5 او في فئه 6 في السوق المصري، لان الموبايل الوحيد اللي بيقدم توليفه قريبه منها هو السامسونج 24 مع 4 جيجا بايت رام، 128 جيجا ذاكره تخزينيه، مش 6 جيجا بايت رام. فدي اول واقوى نقطه في الموبايل. تاني نقطه تعتبر كويسه زيه زي بقيه الموبايلات الموجوده معاه، انه بيقدم شاشه اي بي اس 90 هرتز فول اتش دي بلس، يعني معاك من الاخر معدل تحديث او ريفريش ريت في الشاشه عالي يقدر يساعدك في استخدامك. وانا اقدر اقول لك ان الموبايل ده من ضمن موبايلات شاومي اللي تعتبر مشاكلها قليله جدا. فلو انت بتدور على تجربه العاب او انت عايز موبايل للاداء، واقوى موبايل حاليا بيدي لك اداء من 5 لحد 6000 جنيه، اقدر اقول لك ان البوكو ام 5 مش هتلاقي افضل
منه حاليا. يمكن العيوب اللي فيه انه سماعاته مش ستيريو للاسف مونو. ممكن اقول ان الشاحن بتاعه 18 مش 33 واط في موبايل زي ريلمي 9 اي مثلا معاه في نفس الفئه دي بيجي ب 33 واط وسماعات ستيريو. ولكن كمعالج كاداء انت مش هتلاقي افضل من انك تحط فلوسك في موبايل زي البوكو ام 5. اقوى اداء حرفيا لو انت شخص جيمر، او لو انت شخص عايز اداء، او لو انت شخص عايز موبايلك يكمل معاك لسنين بدون اي مشاكل. اما بالنسبه للموبايل اللي بعد كده وهتكلم عنه سريعا لان اتكلمت عنه الاسبوع اللي فات، هو الريلمي 10 من شركه ريلمي. الموبايل الاسبوع اللي فات كانت النسخه 828 منه سعرها 7200 جنيه. الاسبوع ده انا جايبها لك ب 6999 يعني 7000 جنيه بالظبط. مش محتاج اقول لك اكيد ان ده افضل موبايل وافضل صفقه في بدايه 7000 جنيه. يعني لو انا معايا 7000 جنيه بالظبط مش هلاقي افضل من الريلمي 10 ان انا اشتريه، لان مش هدفع اي جنيه زياده عن ال 7000 جنيه، وهاخد شاشه اموليد مع 90 هرتز مع فول اتش دي بلس بالتصميم الهول بانش. هاخد معالج جي 99 اقوى معالج اقتصادي موجود حاليا، مع سوفت وير مستقر، مع قوه شبكات، مع بصمه صاروخيه موجوده في زرار الباور، مع كاميرا اساسيه خلفيه تعتبر كويسه، وكمان معايا شاحن 33 واط موجود في العلبه، وبطاريه 5000 ملي امبير بتكمل بقيه اليوم. وفي نفس الوقت انا معايا جميع اكسسوارات الموبايل موجوده في العلبه، الجراب والشاحن موجودين بدون اي مشاكل. يمكن عيوبه مثلا ان اقول لك ان الموبايل ده بيجي بسماعات مونو مش ستيريو، ولكن لو بصيت لكل الموبايلات الموجوده في فئته مفيش موبايل من الموبايلات اللي نزلت السنه دي بيقدم سماعات ستيريو في الفئه دي. ريدمي نوت 12 سماعات مونو، سامسونج 24 برضه نفس الحكايه سماعات مونو. وكمان حته انه بيجي من غير كاميرا الالترا وايد انجل. بس ارجع واقول لك انك لو هتروح تجيب ال 24 عشان كاميرا الالترا وايد انجل فانت هتاخد تصميم شاشه اوحش، وكمان هتدفع 7300 زائد انك هتدفع ثمن الجراب والشحن والسكرين. يعني ممكن الموبايل يوصل معاك لحد 7900 8000 جنيه، لكن الريلمي 10 دلوقتي هتدفع 7000 جنيه بالظبط. فاكيد هسيب لك اللينك تحت في الديسكربشن. بالنسبه لي ده من اقوى العروض الموجوده حاليا. اما بالنسبه للموبايل اللي بعد كده ففي ناس كتيره جدا سالتنا عنه، لدرجه ان في ناس بتصنفه كافضل موبايل في فئه 5000 او تحت ال 5000 جنيه. هو ريلمي نارزو 50A. ايوه الموبايل رجع تاني وموجود حاليا متوفر على امازون. النسخه ال 464 سعرها 4700 وشايفه رقم كويس جدا، والنسخه ال 428 سعرها دلوقتي 500. واهم حاجه بتميز الموبايل ده البطاريه 6000 ملي امبير اللي بتكمل معاك اكتر من اليوم. كمان معالج جي 85 المخصص لتجربه الالعاب، زائد انك معاك سوفت وير مستقر، بصمه صاروخيه موجوده في الظهر، تجربه كاميرا اساسيه خلفيه تعتبر كويسه، مع كاميرا اماميه كويسه تقضي الغرض. يعتبر احسن موبايل بيقدم تجربه كاميرات تحت ال 5000 جنيه حاليا. وطبعا معاك شاشه تعتبر ممتازه، شاشه اي بي اس اتش دي بلس 60 هرتز، ولكن الشاشه دي كل ما هتبص لها هتلاحظ انها مش اتش دي. انت احتمال ما تصدقش انها اتش دي اصلا وتفكر انها فول اتش دي من كتر ما الشاشه بتاعت الموبايل ده نظيفه جدا. فانا من وجهه نظري شايف الموبايل ده صفقه كويسه، وخصوصا النسخه اللي تحت 5000 جنيه اللي هي 64 جيجا ذاكره تخزينيه. كالعاده هسيب لك برده اللينك تحت في الديسكربشن. اما بالنسبه لاخر موبايل واتكلمت عنه برده قبل كده، هو من شركه اوبو، وهو الاوبو رينو 8 تي النسخه ال 5 جي. النسخه دي كانت ب 15، حاليا انا جايب لك النسخه ب 13200 جنيه، وشايف ان ده صفقه اكتر من ممتازه. لو انت بتدور على موبايل للاستخدام اليومي بشكل كبير، مش بتلعب العاب كتير، او مش عايز اقوى معالج في الفئه المتوسطه، فرايي انك مع الاوبو رينو 8 تي هتاخد اداء ممتاز جدا كاداء يومي. اداء العاب مفيش اي مشكله لان المعالج 695 سناب دراجون بيدعم ال 5 جي عادي، ولكن معاك شاشه اموليد كيرفد 120 هرتز فول اتش دي بلس ممتازه، معاك سماعات ستيريو، معاك شاحن ممتاز، ومعاك بطاريه ممتازه جدا، وكمان الشاحن بتاعه بيجي معاه في العلبه. فانت لو ركزت كده صعب انك تاخد من اوبو سماعات ستيريو مع كاميرا اساسيه ممتازه، مع تصميم فخم، مع كاميرا مايكروسكوب، مع شاشه منحنيه اموليد، مع ريفريش ريت عالي. كل الكلام ده انت بتاخده من شركه اوبو. لو احنا هنحط الموبايل ده كقيمه مقابل سعر، طبعا في موبايلات من شركات ثانيه تتفوق عليه زي ريلمي 11 برو او السامسونج 34، ولكن لو بنتكلم من منطلق شركه اوبو فصعب انك تجيب موبايل بيقدم قيمه مقابل سعر زي الاوبو رينو 8 تي النسخه ال 5 جي حاليا. اكيد هسيب لك اللينك تحت في الديسكربشن. ما تنساش اكيد لايكك، سبسكرايبك الرايق، وفعل الجرس عشان يوصلك مني دايما كل جديد. وكالعاده انتظرنا فيديو جديد. سلام.